من الجزائريين ظلوا محافظين على إحدى لغات العرب القديمة التي تتميز بإبدال الغين قافا كقولهم قدا بدل أن يقولوا غدا، وهم بذلك يؤكدون ارتباطهم القوي الآخر ببطون عربية ما زالت تقيم حتى الآن في كثير من الدول العربية، وهؤلاء يقيمون في مناطق بالجزائر تمثل بحق مدنا عامرة. ربما يعيب علينا نحن أبناء هذه المنطقة والولايات المجاورة أننا حتى في القرآن الكريم نقول غير المغضوب، بيد أن هذا الأمر له أصل في لغة من لغات العرب ولكنها مهجورة، ولكن مع ذلك عزاؤنا في تلك اللغة المهجورة العربية. قبائل بنو هلال القادمة من صعيد مصر التي هجرها الخليفة الفاطمي نحو بلاد المغرب العربي، الموجة الأولى كانت في حدود 1050 ميلادي، ثم جاءت موجة أخرى وهجرة كبيرة أيضا في 1060 ميلادي، وكان لها الفضل أساسا في أنها هي التي رسخت وجذلت اللغة العربية في بلاد المغرب العربي وتحديدا المغرب الأوسط اللي هي الجزائر اليوم. منطقة الجلفة وضواحيها جاءت بين حاضرة إسلامية كبيرة اللي هي تهرت أو ما يعرف اليوم بتيرت، إحدى محافظات ومدن الجزائر الشهيرة، وبين مدينة أو حاضرة المسيلة اللي كانت عاصمة الدولة الحمادية. فما بين هذين الموقعين في الجزائر مسافة قد تكون حوالي 200 كيلومتر أو 250 كيلومتر. لذلك نجد أن هذه القبائل لا تزال تحتفظ بوجودها بتاريخها في هذه المنطقة، فرصانة اللغة ونظافة وسلاسة اللغة العربية في هذه المنطقة يعود أساسا إلى أن هذه القبائل تجذلت في هذه المنطقة دون غيرها. هذه المنطقة كانت تميل إلى التبدي منها إلى التحضر، وكأنها كان واجبا على رب البيت وعلى ربة البيت أن تحافظ على هذه اللغة، محافظتها على ما يحوطها من وسائل معيشية. كانت تحافظ على البيت، وكان يحافظ مثلا على الجمل، وكانت تحافظ على التقاليد، ومن جملة ذلك أضحت اللغة شيئا من اهتمامات الأسرة. الدليل على ذلك أنه اليوم شعراء الشعر الملحون، شعراء الشعر الشعبي، مفرداتهم وكلماتهم حينما تلقى لا تأتي غريبة، فكلها لها جذور عربية أصيلة. ولد الصحراء راه دايم متأدب، أخلاق إحسان، رحمة وعقالة، من عز الإسلام صبيان وشايب للقرآن الصيب نقش الجلال. مسكننا بيت الشعر في ساعة تركب عركايز متقعدة يا رجالة، الحولي مرقوم للحطة ينسب، وزربة بفنون حط الشلالة، والمجمع يفيد تلقاه مجرب من أهل الميعاد واللي قولها.